خصوصا في مفاوضات أيضا بما بينه وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، فحرصا على عدم إفشال المفاوضات اللي موجودة ما بينه وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. ما اتهمت إيران هذه المرة، يعني بالعادة هي تتهم دائما إسرائيل بالوقوف وراء أي تفجير يحصل في إيران أو أي حتى ولو كان حريق محل حقيقة خلال السنوات اللي فاتت كلياتها. لكن ما شفنا أي تصريح من إيران يتهم فيها إسرائيل، وهذا دليل أنه إيران تسعى إلى بالفعل مفاوضات سلام وتنحل المشكلة ما بينها وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وتتجنب أي حل عسكري، تتجنب أي ضربة عسكرية إن كانت. فطلع اليوم البيان بتأجيل المفاوضات الجارية للمرحلة الرابعة اللي كانت في روما إلى أجل غير مسمى، والولايات المتحدة الأمريكية هي المعنية بتحديد موعد جديد للمفاوضات. على كل اللي بنشوفه اليوم من خلال مراقبتنا أنه هناك كتائب جهادية كتير في سوريا تدعو للجهاد وما تلتزم لأوامر الشرع بالشكل الظاهري اللي نحن شايفينه الآن. هذا طبعا قلنا لكم أنه في 6 فصائل تقريبا اللي ما تتبع للشرع أو أبو محمد الجولاني، يعني مثل ما بيقولوا بالسوري شورها من راسها تقريبا، وهي اللي عم بتقوم الآن بحملة تجهيز بشكل كبير جدا، وتدعو إلى الجهاد والانطلاق إلى السودان، مع أنه تم الاتفاق اليوم ما بين الشيخ الهجري وأحمد الشرع على بعض النقاط الهامة للغاية. من خلال متابعتي لما اتفقوا عليه، تقريبا أحمد الشرع وافق على كل مطالب الهجري، يعني ممنوع الأمن العام يدخل، الاعتماد على عناصر الشرطة السابقين في وقت النظام اللي هم راح يكونون بدل الهيئة أو بدل الأمن العام في السويداء. لم يتفقوا على شيء، نعم، ما اتفقوا على شيء نهائيا، ما اتفقوا. أخي أنا بقول هذا، فمضطرين أنه يطلع أحمد الشرع نوعا ما بماء الوجه ويقول أنه في اتفاق. هو ما في اتفاق، هو في حقيقة الأمر ما في اتفاق، بس عم يروج الإعلام تبع الشرع وحكومته بأن هناك اتفاق لحتى يحفظ ماء الوجه. والكذب تبعهم يعني بده يفوت الأمن العام، بده كذا، بده يتسلم السلاح، وهذا الكلام اللي دائما بيكذبوا بشكل عام فيه، ولحتى يطلعوا بيانات ويهدوا الناس ويقولوا خلص الموضوع انتهى. لكن في حقيقة الأمر مختلف تماما. هناك فصائل تتجهز وتحاول أنه تتجه نحو السويداء. هل هذا بأمر أو بعدم أمر الشرع؟ هذا أمر مختلف تماما. يعني راح نشوف خلال الفترة القليلة القادمة كثير من هاي الكتائب اللي راح يعتبرها يعني أحمد الشرع أنه أمام العالم أنه هي هاي كتائب أجنبية، وأنه هؤلاء لا يمتثلون لأوامر الحكومة، وفي حقيقة الأمر هو كل واحد. يعني مثل ما قلنا لكم امبارح كمان، الأمن العام بيحط الأغطية على وجهه وبيشيلها عن وجهه، بيبدل الإشارات فقط اللي موجودة على أكتافهم. وهذا اللي حاصل في سوريا. في سوريا لا توجد مؤسسات أبدا، ولا حتى أي شيء يوحي بأن هناك دولة. طبعا أكبر مصيبة حصلت، شوفوا في فرق كبير ما بين الدولة والنظام، ما بين الدولة والنظام. تم إسقاط الدولة ولم يسقط النظام. نظام بشار الأسد ما سقط، اللي سقط هو سقطت الدولة السورية. وهاي المصيبة الكبرى اللي حصلت في سوريا. لا يوجد فيها مؤسسات نهائيا، لا يوجد فيها وزراء، ويوجد وزراء ولكن لا يوجد وزراء.
الدولة تتحول إلى شكل من أشكال الدولة الإرهابية بكل معاييرها. يعني أنا بس بدي أسأل سؤال لكل الأخوة اللي موجودين معنا، شفتوا حدا شيء من النظام تم اعتقاله؟ من النظام سابقا، رؤساء أفرع المخابرات، أسماء كبيرة في النظام، ما في نهائيا. وين راحوا هدول كلياتهم؟ هل معقولة كله هرب؟ ما في نهائيا أي دليل على هذا الموضوع. أنا عندي خربشة شوي بس لا أشوف ليش. صوت واضح ولا في خربشة؟ في خربشة بالصوت ولا بس عندي أنا؟ تمام، ممتاز جدا. يعني احنا ما شفنا نهائيا في سوريا اعتقال أي رمز من رموز النظام السابق، وأغلبية الرموز يعني اللي عندهم أموال عملوا دفعوا أموال وكذا وعملوا تسويات، وأساسا هم دمجوهم مع الدولة السورية. ال- النظام لم يسقط بدليل ما تم اعتقال أحد نهائيا، لكن اللي سقط هو سقطوا الدولة السورية، سقطوا الجمهورية السورية نفسها ومؤسساتها بشكل كامل. الآن لا توجد مؤسسات، لا توجد دولة، لا يوجد وزارات، كل الوزارات موجودة ولكن ما في أي شيء. يعني عندك وزارة النفط وما في نفط، وعندك وزارة الاقتصاد والاقتصاد أساسا معطل وفي عقوبات وما في اقتصاد نهائيا. عندك وزارة الزراعة ولا يوجد زراعة، عندك وزارة ال- الكهرباء، والكهرباء ما في نهائيا إلا الكهرباء اللي أساسا تقدم كانت يعني قبل الآن مقدمة للإدارة الذاتية. الآن على أساس في اتفاق راح يحصل مع تركيا لمد بعض المحطات الكهربائية بالغاز عن طريق محور كلس حلب لحتى يستطيعوا توليد الكهرباء مرة أخرى. لا يوجد أي شيء، والوضع ذاهب إلى كارثة في سوريا. طبعا اللي بنشوفه الآن يعني الهجوم على الأقليات سواء كان في الساحل ولا الأقليات اللي موجودة في الجنوب، كل هذا سيناريوهات كانت متوقعة بصراحة، يعني معنا سيناريوهات بعيدة جدا. الآن بنشوف نحن تحول الدولة السورية إلى دولة آه، شبيهة بأفغانستان. نعم، يعني حتى المدارس لا يوجد مدارس، هناك مدارس شرعية اللي بتخرج فيها آلاف. يعني شوفوا خلال سنوات الثمانية اللي فاتت في إدلب كان يعمل تنظيم القاعدة بكل طاقته في المدارس الشرعية اللي كانت موجودة فيها لتخريج الشرعيين اللي يحملون فكر تنظيم القاعدة، وأصبحوا تقريبا بالآلاف. الآن بدأ التوزع على الخارطة السورية كلها. نشوف بالساحل السوري أيضا آلاف يستقطبون آلاف شباب العرب السنة اللي موجودين في الساحل، اللي موجودين في حلب، اللي موجودين في الشام، اللي موجودين في حما، اللي موجودين في حمص، كلياتهم وتدريسهم فكر تنظيم القاعدة، وتدريسهم فكر تنظيم القاعدة أو الفكر الجهادي اللي هو مبطن بالفكر الإسلامي. عم نشوف هذا بشكل كبير جدا. هذا راح يحول المنطقة خلال أشهر، ما راح أقول سنوات، إلى قنابل في المنطقة كلها. راح تتفجر المنطقة كلها من فكر الجهادي الذي ينتشر بين الناس. وهذول راح ينتقلون إلى الدول المجاورة، وينتقلون في المستقبل إلى دول أبعد أيضا. وهذا راح يسوي كارثة كبيرة جدا في منطقة الشرق الأوسط بكله، وممكن في العالم أيضا، لأنه الفكر الجهادي لم يعد محصورا في تنظيم 11 فقط لهؤلاء الهاربين من هنا ومن هناك أو في مخيم الهول. لا، سوريا كلها أصبحت مثل مخيم الهول، كله يحمل الفكر الجهادي. وهذا بده يولد كارثة في المستقبل القريب. لن تكون الأقليات في مأمن أبدا. يعني ممكن نشوف بالساحل مرة ثانية أحداث أكبر من الأحداث اللي حصلت قبل الآن، ورح نشوف هاي كمان في السويداء.
ولا تستبعدوا أن نحن نعرف كلياتنا كمان راح يتوجهوا لشرق الفرات قريبا أيضا، بعد ما نشوف شو بده يصير مع السويداء بالفترة القادمة. راح يكون قسم من هذه الكتائب تتوجه فيها إلى شرق الفرات، وراح تكون على أساس باسم إيش؟ الجهاديين الغير منضبطين أو اللي مو تابعين للحكومة السورية. وهذا أيضا أمر واضح جدا، يعني احنا بنشوف الشعارات تبعيتهم كلها هذا بيقولوا لك احنا بعد السويداء راح نتوجه للأكراد، حرفيا يتحدثون بهذا المنطق. طبعا بدي أرجع لموضوع هام للغاية، إنه القتل راح يصير كتير في سوريا أكثر مما كنا نتخيله بشكل كبير، والتصفيات راح تصير بشكل كبير جدا، وراح تصير صراعات دولية على الأرض السورية بالأذرع الموجودة تبعيتها. طبعا اللي عمل كل هاي وبنى كل هاي المنظومة هو المخابرات التركية. المخابرات التركية هي اللي أطلقت يد التنظيمات الجهادية في سوريا بشكل كامل، وهي اللي دربت وسمحت بتدريب كل الفصائل الجهادية اللي موجودة في سوريا، فتحول الشعب السوري كله إلى شعب جهادي ويحمل فكر تنظيم القاعدة، وهي حقيقة. هلا مشان المبالغة، في ناس ضد هذا الفكر، في ناس ما بتقبل بهذا الفكر، نعم، لكن في الداخل السوري ما في هذا الشيء، هذا كله في الخارج اللي بنشوفه نحن. أما في الداخل الأغلبية المطلقة مضطر أنه يكون مع هذا الفكر، والأغلبية المطلقة معه بالأساس. فعمليا نحن ذاهبين إلى إيش؟ إلى تفتيت سوريا. عمليا نحن ذاهبين إلى تفتيت سوريا، لا ما في مجال. الآن هو الصراع للأقوى. طبعا في دول عالمية لها مصالح كبيرة جدا في سوريا، وهذا أمر واضح جدا، وراح تصير صراعات قوية كتير. يعني الأتراك لهم مصالح، الإسرائيليين لهم مصالح، الأمريكان لهم مصالح، الفرنسيين لهم مصالح، الدول كلية، الروس لهم مصالح أيضا في الساحل. فبدأت الآن خريطة السيطرة والنفوذ تتوضح رويدا رويدا أكثر. شفنا التحركات الروسية امبارح أيضا في الساحل السوري، والطيران وقاعدة حميميم والحركة اللي كانت فيها، ضربات الإسرائيلية على كل تقريبا الجغرافيا السورية أيضا، محاولة الأتراك. وقلت لكم الأتراك هي أضعف حلقة ما بين الدول، وأنا بحكيها ما بين الدول، فلذلك الأتراك يعتمد على الأذرع اللي موجودة واللي للراديكالية أو الجهادية اللي دربتها خلال الفترة القادمة. فالأتراك ما راح يحاربوا بنفسهم، وما راح يستخدموا طياراتهم، وغير مسموح لهم لأنهم الحلقة الأضعف اللي موجودين على الخارطة السورية. لكن سيقومون باستخدام هؤلاء المطايا الجهاديين اللي راح يحاربوا بالوكالة عن الأتراك في الفترة القادمة. فكتير. نعم أستاذ محمد، أستاذ أمين، في كتير يعني من حتى الأمريكان اللي عندهم مصالح في تركيا وعندهم استثمارات وكذا، كمان يلعبوا دور سلبي جدا في داخل تركيا. هذا أمر طبيعي ونعرفه كلياتنا. في المرحلة القادمة راح نشوف صراعات كبيرة جدا. صراع هو صراع كسر عظم، وبقدر القوة راح ترسم الخرائط. واحنا حكينا قبل الآن أيضا بأن الخرائط هاي اللي موجودة في الشرق الأوسط ستخطى بالدم، وهي حقيقة اسمها خرائط الدم اللي راح تصير، لأنه في ضرب راح يكون موجود ما بين كل الأقليات والطوائف الموجودة، وراح يضربوها ببعض بشكل كبير جدا، وبنفس الوقت راح يدعموا أطراف على حساب أطراف أخرى. وأنا حاكي قبل شهور طويلة جدا، وقلت لكم أنه نحن في شرق الفرات أمام حرب كبيرة قادمة لا محالة خلال الفترة القادمة، وهي راح تكون المرحلة الرابعة. لكن المرحلة الثالثة ما انتهت، لأنه نحن أمام تصفيات الآن. عم نشوف كتير أخبار أنه
في انقلاب، في كذا، في أمور، عم تطلع فيديوهات لجهاديين أساسًا عم يعلنوا البراءة من أبو محمد الجولاني. وخلال الفترة القادمة راح نشوف من هاي الأمور كتير، وراح نوصل لمرحلة إنه كتير من الناس ما راح تفهم شو اللي عم بيصير. فقسم راح يكون مع الجولاني، قسم مع ضد الجولاني، وراح تتبدل المعادلات غير مفهومة نهائيًا. لكن إذا كان تصنيفك أنت العقلي دائمًا باتجاه واحد، إنه كل هؤلاء بغض النظر إن كانوا مع الجولاني والّا ضد الجولاني والّا م مع الأتراك والّا ضد الأتراك والّا أي شيء، هم تصنيفهم تصنيف الراديكاليين. تبادل الأدوار ما بيناتهم راح يكون أمر طبيعي. يعني بتشوف بالليل لابس شي وبالنهار لابس شيء آخر، وهاي طبيعتهم بالأساس. فممكن أنت تشوف قسم منهم يلبس لباس 11 ويتحول إلى 11 فترة، بعدين يتبدل هذا اللباس وبيصيروا أمن عام، وبعد فترة يتبدلوا وبيصيروا شيء آخر. وهذا هو المعضلة آه، اللي راح تشوش على أفكار الناس كتير. طبعا هون الإدارة الذاتية أيضا لازم تكون واعية جدا. هؤلاء الناس ما عندهم أمن وأمان ولا عهد حقيقة، ولا يمكن أنه يلتزموا بأي اتفاق بأي شكل من الأشكال، لأنه أنت بتوقع مع جهة لكن في جهات تانية اللي ما بتعترف بكل اللي تم التوقيع عليه. فبدك تشوف انه في جهات رح تنقلب على الجولاني نفسه على اساس، وهذا كله مدروس طبعا، وهي اللي راح تروح وتحاول تحارب. والجولاني وقتها راح يقول لك هؤلاء خوارج، هؤلاء مثلا الارهابيين، هؤلاء الدواعش، وبالنهار بيتحولوا الى امن عام، واحنا شفناهم. انا شفت فيديوهات اشخاص من الامن العام كانوا بس فقط يغطوا وجوههم ويشيلوا الغطاء فيتحولون من الراديكاليين أو الأطراف الإرهابية الأخرى، واللي تغيرت تسمياتها. يعني ما ضل شيء اسمه داعش بشكل واضح، تغيرت الأسماء. لكن هو المضمون واحد من بين كل الجهات هاي، لا يمكن أنه نثق بهؤلاء أبدا. والحكومة الموجودة في دمشق هي ليست حكومة، هي عبارة عن فصائل إرهابية وتنظيمات راديكالية لبست ثوب الدولة، ولكن في حقيقة الأمر ما لهم آه، أي مقومات اللي بتشبه فيها الدولة. أنا بدي أطرح سؤال، واليوم الصبح حكيت عنه في أحد اللايفات، كان يوم الفجر. بدي أسأل سؤال: هل يا ترى لو رفعت، خصوصا هذا السؤال لأخواننا العرب، هل يا ترى لو الدول العالمية رفعت العقوبات على سوريا راح تتحول فيها سوريا إلى مثلا دولة، حتى ولو كل مقدراتها اللي موجودة فيها من نفط وثروات باطنية وزراعة وغيرها كلياتها أصبحت بيد الدولة، ورفعت العقوبات عن الدولة، هل تستطيع هذه الدولة النهوض؟ طيب ما هي مقومات نهوض الدولة بالأساس؟ ما هي مقومات نهوض الدولة بالأساس؟ مقومات نهوض الدولة، أي دولة في العالم تنهض ويكون اقتصادها عالي جدا وتجذب استثمارات دولية، هو القضاء العادل. أي دولة لا تمتلك فيه قضاء عادل، يعني أي دولة بتشوفها أنت، إذا عرفت بدك تعرف أنه هذه الدولة فاشلة أم هذه الدولة نحو تقدم، اسأل عن القضاء فيها، لأنه القضاء هو الأساس. لأنه القضاء هنا إذا كان نزيه ويحاسب حتى الوزراء ويحاسب حتى الرئيس وحتى أعضاء الدولة، هذا يجذب استثمارات من العالم كلياته. ليش؟ لأنه كل الشركات العالمية والدول العالمية راح تضمن أنه
ما راح ينسرق أموالها وما راح يوضع اليد عليها، لأنه قادرة أنه تحاسب أي شخصية في الدولة قضائيا في حال انتهكت حقوق تلك الشركات في تلك الدولة. فأساس أي اقتصاد صحيح في العالم هو مبني على القضاء، أن القضاء جيد. وإحنا بنلاحظ الآن بعد ما القضاء في تركيا تحول إلى يد أردوغان والأحزاب القومية الموجودة فيها، هربت الاستثمارات الدولية منها، ولم تعد الدول ولا الشركات تستثمر في تركيا نهائيا. ليش؟ لأنه أردوغان قادر أنه يضع يده على أي شركة لمدة شهور طويلة وسنوات من دون أي سبب. فالسؤال الذي يطرح نفسه، حتى لو الغرب رفع العقوبات عن سوريا، أي شركة غبية في العالم كلها تجي تستثمر عن تنظيم القاعدة؟ هذا شيء مستحيل. لا يوجد أي دولة أو شركة أو منظمة عالمية تأتي إلى سوريا وتستثمر. وهذا أمر بعتقد أنه الكل يعلم فيه. حتى العرب ما بيستثمروا، حتى العرب كدول ممكن، لكن أنت الشركات ورؤساء الأموال هاي كلها شركات خاصة. الشركات العالمية كلها شركات خاصة، هي ما هي تابعة لدول أو ملك لدول. دولة تستثمر عندك كدولة، تكون استثماراتها محدودة. بعض الدول العربية ممكن، بس حتى الدول العربية ما بتستثمر عند دول ذات توجه إسلامي راديكالي، لأنه هاي الدول اللي قلنا لكم القنبلة الموقوتة، ما أنا شرحت من البداية أنه هاي القنبلة الموقوتة والشعب السوري تحول كلياته إلى فكر تنظيم القاعدة وفكر الراديكالي. هذا راح يصدر إلى الدول العربية الأخرى والدول العربية اللي حواليها. طبعا الدول العربية الأخرى لن تسمح أن سوريا تستمر بهذا الوضع اللي موجود فيه، لأنه هذا خطر على الأنظمة العربية اللي موجودة حقيقة، خطر على أنظمة الخليج، خطر على مصر، خطر على الأردن، خطر على كل الدول المجاورة. فإنه يستمر وضع سوريا تحت حكم التنظيمات الراديكالية ويتحول فيها الشعب السوري إلى شعب كله يحمل الفكر الجهادي، هذا مستحيل أنه يستمر في سوريا. ونحن ممكن نشوف في سوريا كوارث بالفترة القادمة. نعم، أنا برجع بذكركم بأمور هامة للغاية. يعني شوفوا، المملكة العربية السعودية والإمارات ما سمحت لأي دولة عربية أن يسيطر عليها تنظيم الإخوان المسلمين. يعني مثلا شفنا في تونس، شفنا في مصر، ليبيا، اليمن، كل هاي الدول كانت تتبعها بعد سنوات، 3 أو 4 أو 5 سنوات. مصر هي سنة اللي ما استمرت سنة واحدة، أما الباقي سنتين وثلاثة، وتبع الثورات المضادة مباشرة بعد ما استلم حركة إخوان المسلمين القيادة فيها. وما سمحت أبدا للدول العربية إلا بعد شد وجذب لفترة طويلة شوي، وأعطتهم فرصة، لكن انقلبت عليهم مباشرة الدول العربية وقامت ثورات مضادة داخلها. شفنا بمصر السيسي شلون استلم الحكم، في تونس حتى الغنوشي أدخلوه السجن زي ما حركة النهضة، ورأس وصار عليه ثورة مضادة. أيضا في ليبيا نفس الشيء، قاموا حفتر بدعم من الإمارات والمملكة العربية السعودية وبعض الدول، وانقلب على الحكومة الموجودة في طرابلس واللي كانت هي ذراع أيضا للإخوان المسلمين. لكن في سوريا لدينا تنظيم مختلف شوي، هو بتصنيفه تصنيف إسلامي، لكن تابع لتنظيم القاعدة وليس لحركة إخوان المسلمين. يعني الشيء اللي شفتوه أنتو السودان نفس الشيء طبعا. يعني الشيء اللي شفتوه أنتو كان متفاوت. يعني
لدينا في تونس ما كان دموي، صار ثورة مضادة، انقلبت الحكومة، صارت حكومة ثانية، ما كان بشكل كبير دموي. في ليبيا دموي نوعا ما لحد معين في ليبيا. في مصر كان عبارة عن انقلاب ما صار دموي أيضا، يعني عندنا نحن هلا في ليبيا كان دموي، وفي مصر كان أيضا انقلاب السيسي اللي حط مرسي في السجن، وحصلت ثورة شعبية ما تدخل فيها الجيش، ما حصل فيها قتل كبير. أنا هنا بحكي عن القتل. في تونس أيضا كانت على شاكلة مصر. طيب هلا بخلينا نرجع للتاريخ مرة تانية. في ليبيا أيضا لما حصلت الثورة فيها على القذافي كانت بشكل دموي. في تونس ما كانت دموي، أيضا الشعب طلع و... وزين العابدين بن علي هرب إلى المملكة العربية السعودية وما كان دموي، صح ولا لا؟ في مصر أيضا ما كان دموي، العالم خرجت واعتصمت في ميدان التحرير، وإلى ما أعلن حسني مبارك استقالته كمان ما كان دموي، صح ولا لا؟ أكثر دموية كان سوريا اللي استمرت فيها 14 سنة. أكثر وحدة دموية كانت في سوريا واستمرت 14 سنة. هذا شوي بيعطينا دليل وانطباع أنه أيضا الثورة المضادة في سوريا سوف تكون دموية وطويلة الأمد. الثورة المضادة في سوريا راح تكون طويلة ودموية أكثر. مفهوم؟ فسوريا لذلك جابوا لها أقوى تنظيمات الراديكالية اللي هي القاعدة، لأكثر دموية. يعني التنظيمات الإسلامية الأخرى كأخوان مسلمين في منها المتفاوت، في منها السياسي مثل ما شفنا في مصر وتونس وتم الانقلاب عليها بشكل سياسي، وشفنا اللي في ليبيا كان نوعا ما دموي نوعا ما. في سوريا استمرت الثورة السورية 14 عام، وقاد في البداية الحركات أو الأفكار اللي بالبداية بالمظاهرات، وهي كانت الأفكار العلمانية اللي تدعو للديمقراطية وإنشاء نظام جديد في سوريا. بعدين دخل فيها تنظيمات الإسلامية اللي على رأسها أخوان المسلمين. بعدين تحولت التنظيمات الإسلامية إلى تنظيمات أكثر راديكالية اللي هو رقم 11 وجبهة النصرة. بعدين شايفين نحن كل القوى اللي كانت موجودة تحولت إلى الراديكالية اللي هي تابعة لتنظيم القاعدة، واللي هي أقصى الراديكالية اللي موجودة. الآن الثورة المضادة فيها أيضا راح تكون أكثر دموية من الدول الأخرى اللي حصلت فيها ثورات. الثورة المضادة اللي راح تكون فيها، فلذلك راح نشوف في سوريا حمام دم جديد. خادم النور، والله أنا اللي مضبط أنا اللي مضبط الإضاءة، وهاي عندي ما في حدا، هذا بيتي يعني قاعد بالبيت. فاللي راح نشوف الفترة القادمة راح تكون أكثر دموية للأسف الشديد، ووضع سوريا لن يكون كما يتخيله البعض وكثير من الناس صاحبين الآفاق الضيقة والعقول الصغيرة، أنه الحل فورا راح يتحول تنظيم القاعدة إلى دولة، وراح تصير فيها مؤسسات، وراح يصير فيها قضاء، وراح يصير فيها كل الناس عايشة وكذا، وهو طرف واحد، ويرجع لسوريا الجمهورية العربية
لكن بطابع إسلامي، وهذا أنت واهم جدا. نحن رايحين في سوريا إلى كارثة حقيقة. شفنا نحن الآن اللي بيحصل في الجنوب السوري، لذلك شفنا الدروز متمسكين بالسلاح تبعهم لأبعد درجة، وحتى طلعت اليوم البيانات واللي شفناها اللي كانت مقروءة واللي كانت مسموعة، واللي حتى الفيديوهات من مشايخهم بأنه لا يمكن رمي السلاح بأي شكل من الأشكال، لأنه فعلا الوضع في سوريا خطير، ومن يرمي السلاح سيدفع ثمن كبير جدا. والدليل ما حصل في الساحل السوري. هلا كل العلويين كانوا مع النظام، كل العلويين هم مجرمين؟ لا، هذا الكلام كذب مو حقيقة. النظام في سوريا كان فيه كل الأشكال، كان موجود فيه نظام صح، ورأسه كان الهرم علوي، ضباط كتير كانوا من الطائفة العلوية موجودين معاه، بس ضباط السنة كانوا أكتر. ضباط ال- الدروز أيضا كانوا موجودين، زهر الدين، كل الطوائف السورية كانت موجودة مع النظام باستثناء الأكراد. ليش؟ لأنه أساسا الأكراد ما كانوا يطوعوا للجيش، وكانوا ممنوعين ومحرومين بالأساس أنه يدخلوا الأجهزة الأمنية، وهي حقيقة. الخطأ الاستراتيجي اللي قام فيه الأخوة العلويين أنه قبلوا برمي السلاح، وكانت لعبة عليهم، ورموا السلاح ودفعوا ثمن. شفتوا اللي دفعوا؟ لو أنه الدروز عاملين نفس العملية هاي كان صار فيهم أبشع مما حصل في العلويين، كان حصل أبشع مما حصل في العلويين حقيقة. والآن ينطبق هذا الكلام تماما على منطقة الكرد كمان. لا يمكن بأي شكل من الأشكال أنه تتكرر المآسي اللي حصلت في سوريا. طبعا هون الوضع مختلف، يطلع الأغبياء الحمقى ويقول لك لازم قصد تسلم سلاح. سلاح مين؟ سلاح الأمريكان يسلموك إياه لتنظيم القاعدة يا أهبل؟ السلاح البريطاني والفرنسي اللي إجا يتسلم إلك أنت، يعني اللي أبو قلابية مشققة؟ أنت أجدب ولا حمار؟ وخلي الأغبياء يصيحوا بالمنابر تبعيتهم وكلياتها، والسلاح لن يكون إلا بيد الدولة. طيب وين الدولة؟ أي دولة هاي اللي تتحدث عنها؟ إيش في دولة؟ هو شلة حرامية وشلة إرهابيين موجودين في سوريا كلياتها. فتخيلوا يقوم قصد بتسليم سلاحه الأمريكي وجميع أنواع الأسلحة اللي حصل عليها من التحالف الدولي وكل التدريبات اللي حصلت إلى التنظيمات الجهادية أو جماعة أبو محمد الجولاني اللي كانوا قاعدين في إدلب محاصرين لمدة 8 سنوات. يعني في عقل بالعالم يتقبل هاي الأفكار؟ مين الساذج اللي يروح يسلم سلاحه بهذا الشكل؟ وهم الأقوى على الأرض والأكثر تدريبا والأكثر تنظيما، وما بيستطيع قوة موجودة على الأرض السورية بشكل الاقتراب من منطقة الشرق الفرات أنا أجي أسلمك وأنا الأقوى؟ أنت المفروض تسلم إذا جيت، إذا حسبتها بالحسابات الواقعية. هذا الكلام كله هراء. هؤلاء يعيشون في خيالات، حقيقة يعيشون في خيالات واسعة جدا. أنا بأكد لكم، شوفوا كشكل عام إنه يجوا يهجموا على منطقة الشرق الفرات ما بيسترجري لا أحمد الجولاني يعني أحمد الشرع ولا أي حدا آخر، لكن كفصائل غير منضبطة، وهم اللي راح يدفشوهم من تحت لتحت، لأنه هاي السياسة اللي بيتبعوها. هو ينأى عن نفسه، لكن فصائل أخرى هي اللي بتجرب
وبيشوف يعني شفتوا. أنا بعطيكم مثال آخر. عندما سقط بشار الأسد ألم يقم الجيش الوطني بالهجوم على منبج وعلى جسر قرقوزان وسد تشرين؟ طيب ما كان أحمد الشرع على أساس أنه وقع معاهم ودمجهم مع الجيش السوري؟ طيب السؤال الذي يطرح نفسه، قال لك هدول خارجين عن القانون وهدول ما يتبعوا للجيش السوري. طيب شلون دمجتم بالجيش السوري وعملتم ضباط بعدين، سواء فهيم عيسى ولا سيف أبو بكر ولا أبو عمشة؟ فهمتوا شلون المسألة؟ لو كانوا هدول منتصرين كان هو دخل معاهم وقال لك نحن اللي أخذنا حررنا من قوات سوريا الديمقراطية وخلصنا عليها. لما شاف انه ما بيقدروا هدول ولا تركيا اللي معاهم انه تتقدم او تنتصر على قوات سوريا الديمقراطيه، اجى عمل اتفاق. احمد الشرع يظن نفسه ذكي كثير وبيضحك على نفس الطريقه هي على جميع الدول العالميه. بيضحك على بريطانيا وبيضحك على فرنسا وبيضحك على امريكا وبيضحك على الاتراك وبيضحك على الدول الخليج، المملكه العربيه السعوديه والامارات، ويضحك على قطر ويضحك على كل الدول. عم بيحاول مع كل اللي بيجي بيقول له اوكي انا معك، وبيعمل شغله وبعدين بيعمل شغله تانية من تحت لتحت. بس لكن الى متى؟ يعني حتى مع الامريكان، حتى مع الامريكان ويكذب. واعطوه 8 نقاط، قالوا له انت لازم تطبق 8 نقاط هاي، قال لهم نعم وانا موافق عليها. راح للامارات وطلبوا منه المطالب الامارات، والمملكه العربيه السعوديه نفس الشيء وكذا، وقال نعم انا معاكم وراح انفذ هاي المطالب. بيروح لعند الاتراك، الاتراك بيجيبوه بياخذوه كذا، المخابرات رايح جاي خري مري على الشام وكذا وهاي. بيضحك على الاتراك وبيقول لهم نعم انا معاكم، بيقول للاتراك. وهو ماشي بهاي الديباجه صار له 3 4 اشهر يضحك على الجميع، يكذب على الجميع. ما بقول لكم يضحك لانه ما بيقدر يضحك، لانه حبل الكذب قصير لفتره معينه والدول ما غبيه بالنهايه. لكن صار له 4 اشهر تماما هو يكذب على كل الدول، والكل ينتظر انه يطبق المطلوب منه، ولم يطبق ولا يستطيع تطبيق اي شيء من المطلوب منه. فهاي المسائل لازم تأخذ بعين الحسبان بشكل كبير جدا. عم نشوف نحن الآن حالة التقوقع في جنوب السوري، والدروز أدركوا أنه لا يمكن أن حدا يحميهم إلا هم وسلاحهم اللي موجود بإيدهم، فلن يرموا السلاح مهما كان. طبعا راح يدفش كتائب جهادية نحو الجنوب مرة ثانية، وإسرائيل راح ترد على هذا الموضوع وراح يبقى الموضوع كما هو. لا هذول يروحوا لهم ولا كذا، لا، بس راح يجربوا لأنه أغبياء. راح يجربوا مرة ثانية وأغبياء، وراح يأكلوا قتل وينتصروا انتصارات الوهمية اللي موجودة دائما على وسائل التواصل الاجتماعي والشعارات الكذابة والرنانة، وبعدين يرجعوا بعد ما يأكلوا قتله. هلا الدور الجاي على الساحل، هل يا ترى سنشهد مجزرة جديدة بالساحل؟ أعتقد نعم. أعتقد نعم، أنه مرة تانية رح يتوجهوا للساحل وما قدروا على الجنوب، فرح ينتقموا من الأخوة العلويين. وأنا بحذرهم هنا وأنبههم بشكل كبير أنه بالمرحلة القادمة ممكن تجيكم مرة تانية حملة جديدة أعنف من السابقة، وهي حطوها بالحسبان وبشكل كبير جدا أيضا، لأن هناك أطماع تركية في الساحل وتحاول بأي شكل من الأشكال الأتراك تحول الساحل إلى غالبية من المتطرفين التابعين إلها. مسألة ممكن يصير في جرائم مخفية بشكل كبير، نعم واردة، وأنا بنحذر أهل الساحل. والخطأ منكم أنتم من قبلتوا أنه ترموا سلاحكم، والأخطاء السياسية الاستراتيجية ترى الشعوب تدفع ثمنها
باهظ بشكل كبير جدا. فإذا ما تسلحتوا بأي شكل من الأشكال وصرتوا تدافعوا عن نفسكم وما كانت عندكم تحالفات قوية، لأنه تحالفاتكم الاستراتيجية كانت تحالفات سيئة جدا، فأنتم عولتوا على من؟ على الحمار الأعرج اللي هي إيران وروسيا، وعادته إسرائيل بشكل كبير إلى الآن. حتى في صفحاتكم كلياتها تكتبوا الكيان الصهيوني والعدو الإسرائيلي، وقام العدو الإسرائيلي بقصف. شوف الغباء اللي موجود عندهم، هيك بيكتبوا حتى في صفحاتهم: قام العدو الإسرائيلي الغاشم بقصف جبهة النصرة الإرهابية. شايفين الأسلوب اللي بيكتبوا فيه؟ قام الكيان الصهيوني الغاشم بقصف تنظيم القاعدة أو فلول تنظيم القاعدة اللي موجودة في جنوب السوري. هيك بيكتبوا بالطريقة هاي. شو هالغباء هذا؟ شو هالغباء اللي انتم فيه؟ يعني إلى الآن بتصنفوا هذا عدو وهذا عدو، ما انتم راح تروحوا بين الرجلين هيك. انتم بهذا التصنيف، وهذا ينبع طبعا من اللي تكتبوا انتم على الفكر اللي انتم تحملوه، فانتم راح تروحوا بين الرجلين. وهي مصيبة. مصيبة جدا كبيرة جدا عند الأخوة العلويين. فيا أما تصنفوا تنظيم القاعدة إرهابي وكذا، وهي تصنفوا إسرائيل، وبعدين أنتوا أقلية بسيطة جدا. إيش بدكم أنتوا بإسرائيل وفلسطين وكذا؟ أنتوا بدكم تفنوا نفسكم بالطريقة هاي، وما حدا سأل عليكم أنتم نهائيا. فإن ما بحثتوا وعدلتوا من خطابكم وبحثتوا عن تحالفات تحميكم، أنتوا أكثر من يدفع ثمن في سوريا هي الأقلية العلوية حقيقة. وأنا قلت لكم انتبهوا في الفترة القادمة، اللي حصل في الساحل السوري هو قليل، رح يحصل أبشع منه بكتير. طبعا هون أنا ما بتمنى هذا الشيء، لكن الواقع عم بيقول لي هذا الكلام. لن يستطيع لا هيئة تحرير الشام ولا أبو محمد الجولاني ولا كل اللفيفو ولا الدولة التركية أن يقتربوا من منطقة السويداء. نعم راح يقتربوا، ولكن راح يحترقوا كالفراشة التي ترمي نفسها في النار. راح يرجعوا يضطروا أن ينسحبوا، لأنه وراهم إسرائيل، ومن وراء إسرائيل في أمريكا وفي دول العالمية كلياتها. الحلقة الأضعف اللي راح ينتقموا منها هم الساحل، راح يتوجهوا بعدها إلى الساحل، لأنه ما راح يتوجهوا إلى شرق الفرات أيضا بشكل علني وواضح أيضا، لأن هناك أيضا أمريكا والتحالف الدولي اللي راح يعتبر أي قوة تقترب من شرق الفرات داعش. حقيقة راح تتعامل مع هذا التعامل. فعندك محميتين دوليتين، واحدة في جنوب شرق سوريا والمحمية الأخرى في جنوب سوريا، وعندك الساحل هو مكشوف اللي راح يكون فيه صراعات. طبعا الروس أيضا غير مستعدين للدفاع عن الساحل بشكل كبير جدا، لأنه في حسابات سياسية أغضبت الروس من أيام النظام. في حسابات سياسية أغضبت الروس من أيام النظام. فلذلك بالنسبة للروس مو مهم نهائيا، المهم ميناء طرطوس وقاعدة تحميمية فقط. الباقي ولا بيتدخلوا فيه ولا بيوجعوا راسهم الروس نهائيا. لكن إذا تبدلت التحالفات واستطاعوا إقناع الروس، الأخوة العلويين استطاعوا إقناع الروس بالدفاع عنهم، ممكن إذا تبدلت العقلية الروسية أنه يصير بالنسبة لهم نوعا ما حليف. وهناك أوراق اعتماد عم تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أيضا الاقتراب من الساحل وتقديمها. فيا أخواننا العلويين، إذا جاءتكم هذه الفرصة لا تضيعوها من إيدكم. فرنسا
والولايات المتحدة الأمريكية، لا تضيعوها من إيدكم، لأنه رح تكون فناء بالنسبة لكم بعدين. وأنا بحذر من هذا الموضوع، أنه قريبا رح نشوف انتقام كتير مرة تانية أيضا من الأخوة العلويين. نحن في سوريا ذاهبين إلى كارثة مثل ما قلنا لكم، وراح تصير في صراعات ما بين صراعات فصائلية داخلية ما بينهم نفسهم، واللي بيحملوا أفكار تقريبا قريبة من بعض، لكن الصراعات السلطوية هي اللي راح تؤدي إلى كارثة في داخل سوريا وراح نشوفها، وهو صراعات الفصائلية اللي راح تحصل، ونحن بسميناها المرحلة 3 وعم ننتظرها. وبعدها راح نشوف شو بده يصير. أما أنه الدولة السورية تتوجه إلى أن تكون دولة، هذا ولا في الخيال ولا في الخيال أبدا. وعم نشوف الأصوات الآن اللي تطلع من هنا ومن هناك أيضا، أنه اللي بتهجم على أحمد الشرع واللي بتهجم على الحكومة الحالية اللي موجودة، وعم بيحصل فيها انقسامات، وعم نشوف تناقضات كبيرة جدا ما مفهومة. انه ناس بتقول لك هاي دولة بدك تحط سلاحك، وناس تانية فصائل جهادية تدعو للجهاد ضد مثلا الدروز او العلويين او الكرد او غيرها. فالامور واضح جدا انه مو كلياتها تحت سيطرة احمد الشرع او حكومته، لا، في فصائل جهادية كثير ما هي تحت سيطرة احمد الشرع، وهاي الفصائل راح تكون نشطة بالفترة القادمة، وهي أقوى من الفصائل اللي هي تحت أمرة أحمد الشرع نفسه. في كثير من هاي الفصائل تتبع أوامر خارجية، سواء تنظيم القاعدة اللي موجود في الخارج أو أجهزة المخابرات الإقليمية وعلى رأسها تركيا. فهذا الأمر واضح للغاية، ورح نشوف في المرحلة القادمة أشياء غير مفهومة بشكل كبير، لكن راح تتوضح الصورة بفترة قصيرة جدا. نشوف شو في أخبار إجت، لأنه بدأ وقتها تقريبا. صرعونا بعتاعينا هذا سلامة. شوف المسبات اللي عم بيسبوها بصفحاتهم بالنسبة لقوات قسد، أبناء نطف الزنا، شوف، والمحارم، خرابات قنديل تشن هملة دعم واعتقال في بلدة. شوف البذاءة وقلة الشرف الموجودة عندهم. هذا مستحيل، هذول مستحيل يسووا دولة، هؤلاء مستحيل يعملوا حكومة. هؤلاء بينك وبينهم لا يمكن أن يكون إلا الفناء، يا أما يفنوك أو تفنيهم، لأنه خلاص مقررين يفنوك وينهون وجودك بشكل كامل. ناخذ استراحة دقيقتين 3 ونرجع نشوف إذا في شيء أخبار. سباس وال قربان وال سباسياتك امرأة عزيز. امرالية در دور آب و جزيرة لاور دور پیچان بیه بزنجیره دست سر لبن قیدا مغلاجیه هجرات تنگه گلیب گلی اشکنجه گه به جحره هلا آرتی بسرده گه میدانه انو بجینا استرارنده
براستي شركي قالك مظل بيشامي وبري انا هم مقوتيا ومقوتوا انه افنا حموي بري خدنا متالي جوي هون زانب حقيقة جوي بري خدنا سبعة من الذين اعتقلوا وأحد قلل شيئا لم يكن يعني تصور هذه الحوادث لأن هناك لعب في فوتبول في الطابة يعني الطابة اجت على أحد عناصر الأمن العام. ما الذي حصل؟ العائلة التي من فيها الطفل الذي ذات الطابع على فاجأ الأمن العام يعني هذه بتفاجأ بواقع. عندي فيديو هنا قال لك صافية فلا تخون خيال وهي بيتباوت شوق روجي عابد عابد بريقين أفضلا ماشي وهستدارون قلين أفضلا ماشي وهستدارون شوق روجي عابد عابد بريقين خلونا نقرأ لكم بيان مشيخة العقل. تاريخ 3/5/2025. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين. أما بعد، فقد وجب علينا في مشيخة العقل إزالة الغشاوة وإجلاء الصورة بعد النقل الغير دقيق والنشر الغير مسؤول عبر كلام لم يكن حظه في الواقع إلا سرابا، لكنه أشغل بعض الناس عن حقيقة ما جرى في الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الفات، والذي ضم سماحة الشيخ حكمة الهجري وسماحة الشيخ يوسف الجربوع وسماحة الشيخ حمود الحناوي والأمير حسن الأطرش والأمير يحيى العامر والباشا عاطف الهنيدي والباشا وسيم عز الدين والشيخ أبا أدهم حسن الجربوع والشيخ أبو فارس مهران جزان
والشيخ أبا حسن يحيى الحجار وعددا من وجهاء وقادة الفصائل. وقد اتفق المجتمعون على تقديم المطالب نفسها التي ذكرت في البيان الناتج عن ذلك الاجتماع، وهي: 1. يجب تفعيل دور وزارة الداخلية وضابطية العدلية في محافظة السويداء من أبناء المحافظة. 2. تأمين الطريق السويداء دمشق مسؤولية الدولة. 3. بسط الأمن والأمان على الأراضي السورية كافة. شلون هاي؟ هلا برجع. ثم أننا نؤكد على أن كل ما يتم تداوله عن دخول الأمن العام إلى السويداء فهو عاري عن الصحة، لأن تفعيل دور الضابطية العدلية مقصور على أبناء المحافظة فقط، بالتنسيق مع مشايخ العقل الثلاثة ومحافظ السويداء ووزارة الداخلية. وأما ما أشيع عن تسليم السلاح فلم يصدر عن الاجتماع أي شيء بهذا الخصوص، لأن سلاحنا كرامتنا، وتم هذا باتفاق عموم المجتمعين، وأننا نهيب بأهلنا وشبابنا الأبطال أن يكونوا على قدر من المسؤولية، وأن يحكموا لغة العقل ويتحروا الدقة في النشر، ولا يطلقوا عنان الألسنة إلا فيما يجمع الكلمة ويوحد الصف، عملا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله ولي التوفيق. مجلس مشيخة العقل في السويداء. يعني كل ما يروج هو كذب بكذب. بلشت الحفلة. قصف الطيران. الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعا عسكريا في بلدة عمريت بريف طرطوس. الموقع الذي استهدف الطيران الإسرائيلي يضم فصائل من التركستاني والأجانب. بلشت الحفلة. خلونا نستنى شوي، هلا راح تبلش الحفلة يبدو. قصف لفرجي تقييد هات، بس صار يوتيوب تقييد قالك هي صار يوتيوب تبليغات دوا يسر متشد بتحذيرات دوا الشركة يوتيوب جمرتي ياسيا قناتي بشكل كامل قرن جبركو هر فيديو كمن 4-5 6,000 انسان اللي جهدار دكي، بس هيك شيء نلايكي ونتعليقك الديني سري للأسف الشديد نلايكي وتعليقك فأوي بناموس تبلغين تبليغاتي وانا كي دقيه شريكي بشكل كي مصدر، بس وقتها معجبين فيديو قالك هابن ايكو لايك لسري دينن يوتيوب يعني ناوى كفر دعمه ينها تيك توك بدعمية شقاسي تدعم بكي حساب قوي انتردبي ودبي اف حسابي انا براج مرتيني فيداوي هي دميني، بس يوتيوب نولويا يوتيوب اعتماداوي هناك نصر دعمه شخصايا اعتماداوي هناك سر مشاهديك ويك فيديو على الكامل حاضر ببي ويا دوت لايك وتعليقك يسري ديني او اعتماداوي. فللأسف الشديد خيامي قناة يوتيوب قصف لطيران الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعا عسكريا في بلدة عمريت بريف طرطوس. الموقع الذي استهدفه الطيران الإسرائيلي يضم فصائل من التركستاني والأجانب. وهنا غريبة طرطوس غريبة. شرايا ويا أو بخوا إحداثيات أجنبية ديوانا كد بالفرن والفرن وين هواك إيراني تشبه شرايا ويا وك إيراني ويتشبه أو إحداثيات ديوا ويبي أهل فيدرين والفيدرين جبوا جوا خلاص ببي بس أصلا خوازن فينا بعربي بيجن بطمرين في موضوعي. بداره لقاره ها برقاره وقال ياسي انا بداره ابزي اضر وباره ها ورشاخ وزناره تبقاني الروباره وها ورشاخ وزناره
قصدك كمي بعربي بيجن. أعتقد أنه أبو أحمد الجولاني يتصرف كما كان يتصرف في النظام السوري، هو اللي يعطي أحداثيات المقاتلين الأجانب سواء كان في طرطوس ولا كان في دمشق إلى الإسرائيليين اللي ضربهم، هو اللي بيعطي الإحداثيات. وواضح جدا أنه هو اللي عم يتخلص من المقاتلين الأجانب، بدليل أنه امبارح ما ضربوا الأمن العام، اللي انضرب كلياتهم ضربوا مواقع المقاتلين الأجانب. اللي انضرب امبارح كله مواقع المقاتلين الأجانب، وهذا شيء واضح. فينا الحموجي بلابكن هوش هنا شو عشان دي تركي في موضوع بلابكن. دم الدورانة للسرقار الدومانة، دي صدم الدورانة وللسرقار الدومانة، هولا هولا صوارانة وسرغازي دورانة، هولا هولا صوارانة. أعيدها مرة أخرى؟ نعم راح أعيدها مرة أخرى وسجلوها هاي. بالنسبة للضربات الإسرائيلية اللي بتحصل في سوريا، هي نفس تصرفات النظام السوري السابق اللي كان يعطي أحداثيات الإيرانيين للإسرائيليين. الآن يقوم أحمد الشرع بإعطاء أحداثيات الجهاديين الأجانب اللي حابب هو يتخلص منهم إلى الإسرائيليين، بدليل اليوم ضرب قائد للجهاديين في منطقة طرطوس، في منطقة من مناطق طرطوس في بلدة عمريت. ومبارح كل الضربات اللي كانت موجودة كانت أغلبها مو على الأمن العام أو العناصر اللي هي تابعة للجولاني، كانت أغلبها على الجهاديين الأجانب. وشفنا نحن في جنوب سوريا في درعا وفي ريف دمشق كلها ما انضرب إلا مواقع الجهاديين الأجانب. وصرح إسرائيل بشكل واضح بقنواتها الإعلامية أيضا بأنها قامت باستهداف الجهاديين الأجانب اللي موجودين في سوريا. وراح نشوف خلال الفترة القليلة القادمة أيضا خيانة أحمد الشرع للجهاديين الأجانب اللي موجودين في سوريا، وأعطاء أحداثياتهم للإسرائيليين. وتقوم إسرائيل بتصفية أكبر قدر ممكن من الجهاديين الموجودين في سوريا، وراح نشوف هذا خلال الأيام القليلة القادمة. أتمنى تكون وصلت الفكرة الآن. سرغازي طورانة قاردايا سرد حاكة تكبر نبي قرماكة، قاردايا سرد حاكة شندروجا كي ديما يزن ويش تشيبي بجا ويلها في دوخة. أرنا برش الوارة جهة قصد السوارة، أركا وجنوارة وجهة جرد السوارة. حتى أحمد الشرع يقوم بإعطاء إحداثيات العمشات وغيرهم للتخلص منهم، حتى اللي تابعين لتركيا. أحمد الشرع وعناصره تقوم بإعطاء إحداثيات حتى الجيش سابقا الجيش الوطني وقادته اللي هم كان ولاهم لتركيا للتخلص منهم. وراح شفتوا انتم كمان حتى بريف حما تم قصف مواقع سليمان شاه، وراح يعطوا أكثر. ونفس التصرف اللي تصرفوا النظام السوري اللي كان يعطي إحداثيات الإيرانيين عم يقوم فيه فتح القنوات أحمد الشرع من خلال الإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل، وأعطاهم الإحداثيات. شياكة زما وندن جودي تاغو وندن، شياكة زما